صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل اسهل واسرع صينيه فراخ، ممكن تعمليها بشويه صوصات كده وتتبيلات حلوه، بس سهله جدا للناس المستعجله. يلا بينا نشوف عملناها ازاي باسرع طريقه. زي ما انتم شايفين كده شكلها خطير. جبنا الفراخ غسلناها كويس جدا وصفيناها. زي ما انتم شايفين كده بصوا بقى طالعه من الفرن، وابتديت ان انا احط الماده الدهنيه زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا احمر الفراخ كويس جدا. زي ما انتم شايفين خطواتها سهله وبسيطه وطعمها في منتهى الجمال. الفرخه ديت كانت بلدي، زي ما انتم شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي. طبعا تستعملي اي نوع من اي نوع من انواع الفراخ عادي مفيش مشاكل. زي ما انتم شايفين كده حمرتها كويس جدا. وبعد كده هضيف البصل وبعد كده الثوم زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقلبه كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده ادي البصل هبت، وحطيت ويا دوب شميت ريحه الثوم، وابتديت ان انا احط الفلفل بتاعي الوان فيه طبعا قرن كده بيبقى سبايسي بيدي تيست عالي، وحطيت البهارات بتاعتي فلفل اسمر وبهارات والملح بتاعي. زي ما انتم شايفين كده بقى طبعا كنت متبله الفراخ من بالليل للصبح بشويه بصل وفلفل اسمر وملح من بالليل للصبح، بتفرق في الطيور جدا في الطعم. زي ما شايفين كده حطيت كوبايه ميه سخنه، ظبطت الملح بتاعي وهسيبها تستوي على نار هاديه. بعد ما تغلي هسيبها تستوي بقى على النار الهاديه بتاعتي زي ما شايفين كده. وحطيت معلقه صلصه بيوري، وهسيبها على النار بس كده. كل ما الميه بتاعتي زي ما شايفين كده بتنشف، بضيف نص كوبايه ميه لغايه ما تستوي، وبعد كده احطها تحت الشوايه. مفيش اسهل من كده. زي ما شايفين كده بقى، وعملت الرز بتاعها زي ما شايفين كده معاها، وحطيت الفحمايه في اي طبق صغنطط زي ما شايفين كده، وحطيت حاجه من الدهون اللي نزلت على الفحمايه عملت دخنه، وبعد كده غطيتها. طعمها خطير. شويه بقدونس بقى حاجه كده اخر طعم. عايزه تنشفيها على الاخر مفيش مشاكل، عايزه تخلي فيها صوص ممكن تحطي فيها بطاطسايه مفيش مشاكل. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى خطيره في منتهى الجمال. بصوا بقى مشويه في منتهى الجمال وسهله وبسيطه، وما خدتش وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الشوايه ما خدتش 10 دقايق من الجنبين. بصوا الصوص بتاعها بقى خطير مع الرز بشعريه. عايزه تعملي رز ابيض مفيش مشاكل، الصوص بتاعها لو عايزه تنشفيه نشفيه، لو عايزه ليها صوص تحطي بطاطسايه مفيش مشاكل، او اي نوع من انواع الخضار. زي ما انتم شايفين كده طعمها كان هايل، وما خدتش وقت للناس المستعجله، للموظفين اللي مش عايزين يقفوا كتير. بصوا بقى عامله ازاي، ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى في منتهى الجمال. وبتدوب يا جماعه. بصوا بقى من الوصفات فعلا السهله اللي ما بتاخدش وقت، وبتحصلي على احلى نتيجه للفراخ وسهله. هنا بقى الشكل النهائي. الفلفل عامل شغل جامد جدا وتست عالي في الطعم. بصوا بقى يا رب تعجبكم ان شاء الله.